السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بردانين وعايزين نعمل كيكة بلح. كنت عملتها لكم قبل كده بس الناس طلبوها مني، وهضيف لكم حاجات عليها تانية. هحط لكم عليها مكسرات، شوية مكسرات عندي هحطهم عليها. تمام. وغيرنا وهنكتر السكر بتاع الكراميل هنا شوية. هنقولها بقى بطريقة مرتبة لان اتفرجت على الفيديو القديم لقيته مش مرتب شوية. هنقولها لكم مرتبة ان شاء الله. دلوقتي دي الصينية اللي انا هعمل فيها مقاس 26. هحط فيها نص كوباية سكر. تمام كده. دي هنكرملها على النار اللي هننزل فيها الكيكة. هنشوف هنعمل، بس هي اول ما تحضروا فيها نص كوباية سكر، نفس الكوباية اللي بقيس بيها هقيس بيها كله، ونص كوباية لبن، وكوباية سكر، وكوباية زيت، 3 بيضات لو بيض من الكبير، لكن انا عندي ده بيض بلدي فاحط 4 بيضات. تمام كده. دي حاجات الكيكة، مقادير الكيكة. ومعلقتين بيكنج باودر، وطبعا فانيليا عشان البيض، والدقيق كوباية ونص دقيق. تمام كده. والمكسرات دي الاضافة الجديدة اللي انا هحطها. انما السمنة دي 3 معالق كبار سمنة مليانين، متبخليش فيهم. ده بعد ما نكرمل السكر هنحطها فوق الكرملة بتاعت السكر عشان تدي لمعة لوش الكيكة. وهنرص عليها الايه، البلح ده. البلح يعني هاتي كيلو، ولو فاض منك حطيه في كيس في الفريزر، بس عشان تفرشي في الصينية وانتي براحتك. ده مفصصاه وشايلة البذر منه، النوى منه، وهنشوف هنعمل ايه فيه. قشرته وفصصته. تمام كده. هنتنقل بقى على البوتاجاز عشان نكرمل السكر، ونيجي هنا نحط فيه الايه، البلح. تمام كده. كده حطينا السكر على النار عشان يتكرمل. ما اقلبش فيه كتير، يعني هستنى شويه كده. انا عليت قوي عليه، وبعدين ايه هنوطي. مخلوش بقى ايه يتحرق قوي عشان بيمرر. هنحاول ايه ان احنا نجيبه كله كده في النص، عشان الصينيه دي اصلا مش بتتحط على البوتاجاز، يعني هي بتاعت فرن، عشان لغايه ما يسيح كله. بعد ما تكرمليه وتوصلي للون اللي هو العسلي هنسيبه يبرد. هنسيبه زي ما هو كده يبرد. تمام كده. اول ما يبرد هينشف، هتيجي تحطي عليه البلح هتلاقيه بيعمل اصوات كده كانه ازاز. ما تقلقيش يعني، تحطي عليه. ماشي. بجيب بس اللي على الجناب كده عشان ايه نضمن ان كله ايه يتكرمل. ونحاول ان احنا نفرده في الصينيه كلها عشان لما ينشف يبقى نشفان في ايه، في الصينيه كلها كده. انا طفيت عليه عشان ما يتحرقش. هسيبه بقى لغايه ما يبرد، وبعدين ابقى ارص فيه الايه، البلح. هنشوف هنحضر حاجه الكيك على بال ما هو ايه يبرد، ونروح رصيه في البلح واوريكم الرص ازاي. كده انا هحط بقى اول حاجه هنبداها، هنحط الايه، البيض. تمام كده. هنضربه. طبعا بيض يعني ايه، يعني فانيليا. بيض ومع الفانيليا. نحط البيض، بعدين هنحط السكر، كوبايه السكر. اللي عايزها مسكره شويه
يحط كوبايه وربع. انا بحبها دلعه، بقول كفايه الايه البلح. ودي نص كوبايه لبن. ودي كوبايه الزيت. دلوقتي انا ايه بس ايه اللي مش هحطها، البيكنج باودر وعليه ذره ملح. نسيت اقول لكم في ذره ملح كده بين صوابعك بتاخدي شويه تروحي حطاهم على الدقيق. ودي معلقتين البيكنج باودر. تمام كده. حطهم بقى هنا دول. متحتاجش ضرب كتير يعني، يا دوبك يتقلب بس. تمام كده. شوف المضرب هنبتدي نحط الدقيق تدريجيا بالبيكنج باودر. ما تخافش يا براء، انا قفلت المضرب، قفلته عشانك. هنعمل ده يا دوبك، بس احنا عايزين تقليب ان هي ايه تتقلب بس، ما بتبقاش جامده قوي يا جماعه، بتبقى سايله كده. الكيكه بتبقى سايله مش زي الكيكه العاديه، مش سايله قوي يعني، ما بتبقاش زي الكيكه التانيه. بصوا اهي. نركنها كده على جنب ونشوف ايه التانية. طبعا عماله تعمل اصوات، انا معايا خايفه كاني ازاز، كاني ازاز. طبعا اجيب البلح، اجيب البلح مش هحطه كده، انا هحطه كده. تمام. ارص البلح كله كده اهو، بحيث عشان لما اقلب الصينيه يبقى وش البلحه من فوق. تمام كده اهو. واخلص رصها وارجع لكم تاني. يا جماعه نسيت اقول لكم على السمنه، لان انا كنت ناسيها. بعد ما رصيت البلح في الصينيه كله شلته عشان احط السمنه. السمنه دي مهمه جدا تحطوها، بتدي لمعه للكيكه، لان هي دي اللي بتبقى في الوش، على الوش اما بقلب الصينيه. وتحطوا في الجناب سمنه عشان ما تلزقش هنا، عشان ما تيجوا تنزلوها تقلبوها تبقى سهله. وهنرصها بقى تاني كده ونرجع نوريها لكم بعد ما نخلصها. هنحط بقى على حبه البندق دول عليه، لقيتهم عندي. اللي عنده الزن يحط، اللي ما عندوش حاجه خالص ما يحطش عادي، مش مشكله، هتبقى حلوه برضو. فانا قلت احطها كده في البلح على اساس ان هي ايه، لو حطيناها لو حطيناها لوحدها ممكن تصل. لسه بقى نحط عليها دقيق وكده ونحطها في العجينه، فهنحطها كده احسن، بتبقى في وسط البلح. اللي عنده زبادي يحط، اللي ما عندوش حاجه خالص يحط، اللي بيحبها مسكره قوي ممكن يحط زبيب. غنيه جدا يا جماعه وحلوه بالنسبه لو اطفال كلوها. كده هنحط بقى، احنا مولعين الفرن طبعا دلوقتي على درجه حراره 180 درجه. تمام كده. وعلى الشبكه اللي في الوسط. اول ما نلاقي ريحتها طلعت زي اي كيكه، ما نلاقي ريحتها طلعت نبتدي نبص عليها ونشوف هتعمل ايه، ونقول لكم عملنا ايه، نقدمها لكم ان شاء الله، نقلبها ونقدمها لكم. هي عشان كده بتبقى سايله، عشان بصوا بتنزل ازاي بمنتهى السهوله. ونخلص كده ان شاء الله ونجيلكم. يلا السلام عليكم. كده انا خلصت خلاص اهي الكيكه.
هنقلبها بقى هنا ماشي، ونشوف هنعمل ايه، لان لازم تتقلب وهي سخنه، يعني مش سخنه قوي، هي بقالها شويه خارجه عشان الكراميل اللي في قلبها ما يتعملش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا 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 جدا. يعني انا عملت قبل كده بس ما كنتش عاملاها طبعا بالجمال ده. كده انا عايزه اوريها لكم. هنقطع كده، هنقطع كده. يا ريت يا جماعه تجربوها، غنيه جدا ومفيده جدا للاطفال، وبتدفي جدا في الشتاء، والاطفال كلها بتحبها، يعني انا عندي هنا بيحبوها قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله 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 جميله. بصوا بصوا التخانه بتاعتها جميله وتحفه جدا جدا. الكيكه نفسها في منتهى الجمال. اتمنى تجربوها وتنول اعجابكم، وبالف هنا وشفا للي شاف واللي هياكل. السلام عليكم.